يعني يا اخوان معانا ومعاكم الدكتور عامر، يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. يا هلا ومرحبا دكتور. دايم الناس تشتكي من الم في المعده، وش التحليل المناسب واللي النصيحه اللي تقدمها للمتابعين؟ نصيحة طبعا نعمل تحليل جرثومة المعدة لأنه هو شائع جدا حاليا، وبنعمل تحليل جرثومة المعدة وعليه عرض. دكتور عامر، كثير ناس يعانون بعد الدوام من ارهاق وكسل، شنو التحليل المناسب والنصيحه اللي تقدمها للناس؟ مجموعين عندنا في باقة للخمول والكسل بتشمل على تحليل صورة الدم، نسبة الحديد في الدم، مخزون الحديد، فيتامين د، الزنك، وهرمون المحافظ للغدة الدرقية، وإنزيمات الكبد.